سلوكين. ايه المجهود اللي يعني كلمنا عن المجهود اللي انت عملته تطلع كل واحد مختلف عن التاني، يعني تفاصيل الشخصيه، ازاي لبست رفاعي وازاي لبست ناصر، وده كان غير ده، وفي تطور حصل في الوسط بعد ما رفاعي مات، يعني عايزين نعرف. والله انا اشتغلت يعني على كل شخصيه مستقله بذاتها، كاني بعمل مسلسلين مش مسلسل واحد. انا بهتم جدا بالمكياج الداخلي للشخصيه، المكياج الخارجي اخر حاجه بتكلم فيها، فكره شكله هيبقى عامل ازاي، بدقن ولا بشنب ولا بشعر ولا لا. فبيهمني الاول المكياج الداخلي اللي هي الصفات الداخليه للشخصيه اللي بمثلها. وده اللي اتعلمناه في المعهد، وده اللي اتعلمناه في علم التمثيل. ان علم التمثيل هو علم منشق من علم النفس، وعلم النفس هو علم دراسه سلوك الانسان. فانا بيهمني جدا ادرس سلوك الشخصيه، يعني الشخصيه واثقه من نفسها فبيمشي رافع راسه، بينزل بكعب رجله وماشي. شخصيه رفاعي كانت اصعب شويه لانه هو في مرحله عمريه تختلف عني تماما، يعني هو سنه 49 او 48 سنه. معلم، يعني راجل بالبلدي كده، راجل ابن سوق، عنده ورش حداده، بيحتك بناس معلمين. فلما درست يعني الجزء ده من الشخصيات، لقيت ان عندهم تفاصيل كتير جدا. يعني شخصيه المعلم ده عنده تفاصيل ما كنتش اعرفها، ان مثلا يقولوا ان يعني عرفت ان المعلم ده مثلا ما ينفعش حد يناديه فيلف براسه بس زي الانسان العادي، لازم يلف بجسمه كله. ما ينفعش المعلم يبقى قاعد مثلا منحني، لازم دايما ظهره يبقى مفرود. دي صفات المعلمين. حاجات كتير بقى في المشيه، في الصوت، حاجه اسمها فلسفه. يعني ليه صوت رفاعي الدسوقي كان عالي باستمرار وكان اجش؟ دي حاجه اسمها فلسفه الصنعه. يعني دايما مثلا تاجر الالماظ هتلاقيه هو بيتعامل مع الاشياء، تلاقيه بيحط الكوبايه ما تسمعيش صوتها، بصوته واطي جدا، ان دي حكم مهنته. الشخص اللي شغال في الحداده وصوت صواريخ حديد وصوت دق وصوت حاجات، فعشان يسمع الصبي اللي عنده او عشان يسمع المحاسب لازم يبقى صوته عالي جدا. فده بتلاقيه خلاص بقى في حياته بيخبط وبيتكلم بصوت عالي، حتى في بيته، حتى في التليفون، حتى في الحاجات دي.